فد يوم من الأيام أكو قائد جيش كان يحكي ويا الجنود، وكان مجمعهم بقاعة كبيرة، وكان عدد الجنود تقريبا 100. فهو ودا يحكي ويا الجنود أكو واحد منهم عطس، فالقائد تنرفز راد يعرف منو العطس، فقال منو عطس؟ ولا واحد جاوبه. فقرر يقسمهم قسمين، خلى 50 على اليمنى و50 على اليسرى. فسأل ال50 اللي على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. كان يسأل ال50 اللي على اليسرى قال لهم منو عطس؟ ظلوا ساكتين. فقرر يقسم ال50 اللي على اليسرى قسمين، خلى 25 على اليمنى و25 على اليسرى. فسأل هذول اللي على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. راح سأل اللي على اليسرى قال لهم منو عطس؟ ظلوا ساكتين. فقرر يقسم ال25 على اليسرى قسمين، خلى 13 على اليمنى و12 على اليسرى. راح على ال13 الموجودين على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. راح على اليسرى اللي هم 12 قال لهم منو عطس؟ ظلوا ساكتين. فقرر يقسم هذول ال12 بالنص، خلى 6 على اليمنى و6 على اليسرى. سأل اللي على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. راح سأل اللي على اليسرى قال لهم منو عطس؟ ظلوا ساكتين. فقرر يقسم هذول اللي على اليسرى بالنص، خلى 3 على اليمنى و3 على اليسرى. فراح سأل اللي على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. راح سأل اللي على اليسرى قال لهم منو عطس؟ ظلوا ساكتين. فقرر يقسم اليسرى اللي هم 3 بالنص، خلى 2 على اليمنى وواحد على اليسرى. سأل اللي على اليمنى قال لهم منو عطس؟ قالوا له مو احنا. راح سأل اللي على اليسرى الواحد قال له انت عطسيت؟ كان يقول له اي اني. قال له يرحمكم الله. ايش متوقع؟ ايش راح يسوي له؟ واحد وعطس، ايش متوقع يعني؟ اغرقك تفاهه، اغرقك تفاهه لو اريد، اغرقك من ساسك لراسك. تعالوا لكم انتوا، تعالوا بس اريد اعرف ايش وقت تبطلون هاي الحاله. اوف، هذا لازم يشتغل المفروض هذا الضوء، صح لو انا غلطان؟ بس اريد اعرف ايش وقت تبطلون هاي الحاله؟ ليش من تروح انت وصاحبك المطعم تظلون تتعازمون منو اللي يدفع؟ لا اني خل ادفع، لا حبيبي ماشي اني خل ادفع. زين تدرون من انتوا قاعدين تتعاركون يا اللي يدفع الحساب، تدرون ابو المطعم قاعد يبوع عليكم وش يقول بقلبه؟ ده يقول اهو غير يفضوها هذول العطلات. حرفيا يقول هاي العباره، لازم يقول هاي العباره. اسال اي ابو مطعم شوف هذا الفيديو. وانتوا منظركم ترى كلش سخيف. لا ما يصير، خلاني ادفع. عبط قمه بالعبط، كل من يدفع حسابه وينشب. لا وانت على اساس مصدوم شلون صاحبك دفع قبلك يصير بك صرع، ينزل عليك داء الكرم وانت بالبيت تتعارك ويا امك على الف معفن. تقعد لنا نطلع خياساتك برا يصير كريم ويا اخته زارب بيها. قول لا اريدك تقول لا. مو انت وصاحبك تتعازمون يا اللي يدفع واختك ظل تعيرها على الف. ليش انت اذا عندك اخ ويتحرك وياك على الف على ربع على 500 ويقول له شو طلب 500، هذا ترى من يطلع هو صاحبه بقهوه يشربون نرجيله. عمو ابنك يشرب نرجيله، روح بس راقبه. ابنك يشرب نرجيله، راقبه وشوف، اسدها لقناتي. روح بعد اللهم اني بلغت. هسه انا وجماعتي كل من يدفع حسابه، وهذا قانون يمشي على الشله كلها. تحب تطلع وياي ادفع حسابك، لا تتوقع ادفع لك دينار. وهذا الشيء كلش حلو حتى لا اعيرك ولا تعيرني بالمستقبل. اصلا اني من زمان مني يكون ما عندي فلوس ما احب اطلع، خصوصا ويا اصدقائي، ولا احب اطلع حتى ما انحرج بالطلعه، ولا احب واحد يصرف علي. عندي فلوس اطلع، ما عندي فلوس اقعد بالبيت وكل شويه اروح افتح الثلاجه واظل صافن بيها واظل ابوع بيها ربع ساعه، بالاخير اخذ الخياره واروح اقرط بيها واتمدد ابوع على روتانا سينما. وانتوا اهل التاكسيات يا ريت تعوف سالفه تخليها علي بليز. ما انتوا على باب الله هالتفياك شنو؟ هو يقنعني. اذا قال لي خليها علي وقلت له ماشي حبيبي اشكرك ونزلت، راح يسكت؟ والله العظيم تنزل تهلهلي بالشارع. هاي المجاملات خلي تولي. حتى انتو اهل الملابس، هي انت ابو الملابس تعال انت من نطب لك كاتر روحك حتى اشتري منك بنطرون، وصار لك ساعه تشرح لي على قماشه وهذا القماش وهذا الكمر وهذا الموديل، ومن اعطيك الفلوس مالته خليه علي يا حبيبي. وانت كذاب اصلا، كذاب والله كذاب. لو ادري بيك صدق ده تقولها والله العظيم ما اعطيك الفلوس، اخليها عليك. ما كيف اني شنو انت طالع ودا تبيع ملابس. هل تفياك ليش ما اعرف؟ هي احلى شيء من تصعد ويا ابو تاكسي وقبل ما توصل بشويه يفتح موضوع وفجاه هو بنص السالفه وتقول له نازل. ديم يا الفشله. هو يفتح موضوع قبل ما اوصل لبيتنا بدقيقتين. فاني ايه صحيح والله صحيح حبيبي نازل يمك. يلا حبيبي مثل كل مره سماعتك بذانك، تروح تقعد وحدك وتجيب حلويات ونساتل وكبوسه وتمن ومرقه وفاصوليه وباميه وتبوع على وجهي. انت كملها من يمك. ما ينشبع منه.
سؤال، شايفين من تمشون بالشتاء بالشارع ويكون الجو بارد كلش، من تتنفسون يطلع من حلقكم دخان؟ شلون هاي الصورة؟ شنو هذا الدخان وليش يطلع من الحلق وشلون يطلع وش معنى يطلع بس بالشتاء ومن يكون الجو بارد؟ اولا خلوا اوضح لكم فد شغله، هذا مو دخان، هذا عبارة عن بخار مال مي. فشنو هذا البخار اللي يطلع من الحلق وليش يطلع بالشتاء؟ شوف بحلقنا من نتنفس وبكل وقت اذا تلاحظ من تسوي هيجي راح يطلع نفسك حار، صح لو لا؟ هذا النفس الحار هو عبارة عن بخار أصلا، بس بالجو الدافي أو بالصيف ما يبين، ما تقدر تشوفه مثل ما تشوفه بالبرد. ايش بيك ليش تسوي هيجي؟ ايش تحس؟ ايش تحس؟ ايش تحس؟ فأنت بكل وقت تطلع بخار من حلقك اللي هو النفس الخارج من عندك، عبارة عن بخار وبكل وقت يطلع، مو بس بالشتاء، بس بالشتاء يكون مرئي. والدليل اذا سويت على مراية او جامة راح يصير عليها مثل القطرات مال مي. مجربيها اكيد بالسيارة من تصعدون تقومون تسوون بالجامة وترسمون قلب او تكتبون حرفكم، لقفتك يا الخايس، ادري بيك تسويها. المهم ليش هذا البخار يبين بس بالشتاء ومن تسوي تشوفه؟ شوف الهواء البارد اللي تتنفسه بالشتاء من يفوت للرئتين بسبب برودته العالية راح يتكثف بداخلنا، فمن راح نطلعه راح يكون عبارة عن بخار مرئي بسبب الحرارة اللي مكتسبها جسمنا بالشتاء، فجسمنا يكثف الهواء بشكل اكثر فيحوله الى بخار مرئي. افتهمت لو ما افتهمت؟ كل شيء ما افتهمت والله، وهاي كل ما بالسالفة يا عيوني. سؤال، ليش اكو ناس تدوخ وتلعب نفسهم من يصعدون بسيارة؟ صار بيكم لو لا؟ شايف من تلعب نفسك وتريد تزوع وبنفس الوقت تنحصر، الله يساعدك بكوري، وتريد تفوت للتواليت وما تلقى تواليت، ديام فد شعور حقير، ما تعرف تزوع لو تتمدد لو تروح للحمام تسوي، يعني لعبان نفس مع دوخة مع حصرة، الله يساعدك بكوري. المهم نرجع لموضوعنا، ليش مرات من نصعد بسيارة ندوخ وتلعب نفسنا؟ شوف انت من تصعد بالسيارة راح يكون جسمك ثابت قاعد، صح لو انا غلطان؟ راح يكون جسمك قاعد على الكرسي ما يتحرك، بس بنفس الوقت انت قاعد تتحرك، لان السيارة قاعد تتحرك معناها جسمك قاعد يتنقل ودا يروح من مكان لمكان، بس انت بعدك ثابت قاعد بمكانك. فدماغك من راح يلاحظ انه دا يصير هذا الشيء، بحيث عيونك دا تشوف الطريق قاعد يمشي وانت جسمك ثابت، وهذا الدماغ ما دا يعقل هذا الشيء، دا يشوف اكو غلط بيك، فدماغك راح يستغرب، راح يلاحظ اكو بيك خلل، شنو انت ثابت بمكانك بس قاعد تتحرك، فدماغك ما يعرف شلون يتصرف، فيختار انه يحسسك باللعبان النفس او التقيؤ. العلماء هنا يقولون دماغك دا يعتقد انه انت متسمم، فلهذا السبب يخليك تريد تتقيأ، فعباله انه دا يخليك تتخلص من هذا السم اللي بداخلك عن طريق التقيؤ. سبحان الله. وهالشي مو بس بالسيارة يصير، لا هالشي يصير حتى بالطيارة او بالسفينة بالبحر ويصيحوا له دوار البحر، يعني هواي ناس تعاني منه. انا مرات يصير عندي فجأة بالسيارة واقوم محوص. اذا صار بيك هذا الشي اكتب لي بالتعليقات. وهاي كل ما بالسالفة يا عيوني. سؤال، ليش الفلفل حار؟ يلا هاي جديدة، هاي جديدة ما تلقى منها، والله ما تلقى منها. ايش معنى الفلفل طعمه حار؟ وشنو هاي الحرورة؟ وين صايرة؟ وشنو سالفتها؟ وليش من ناكله لساننا ينصمط؟ شنو هاي المادة؟ وليش بالفلفل؟ ما تفكر انت شنو هذا الطعم الحار؟ ليش حار؟ وشلون صار؟ وشنو هاي المادة اللي تخليه حار؟ ما تفكر؟ شوف الفلفل انواع، اكو بارد واكو حار. الحار ليش حار؟ لان بمركب يسموه كابسيسين. هذا المركب وظيفته أول ما يلمس الأنسجة الموجودة باللسان راح يخليك تحس بلسعة أو حرقة، وهاي المادة أو المركب اللي اسمه كابسيسين ما بي لا لون ولا رائحة. لهذا السبب أنت ما تقدر تميز بين الفلفل الحار أو الفلفل البارد من شكله، لازم تذوقه، وهذا هو السبب اللي يخلينا نحس بالحرارة الموجودة بالفلفل بسبب هذا المركب اللي بداخله. سؤال، من تغمض عيونك راح تشوف الدنيا ظلمة مو صح؟ غمض عيونك وشوف ايش راح تشوف، بس غمض واحسب من 1 ل3. زين ليش من نرمش ما نحس بالظلام؟ يعني انت هسه قاعد تشوف هذا الفيديو صار لك كم دقيقة، واكيد بهاي الفترة اللي كنت تشوفني بيها قاعد ترمش. زين ليش من انت هسه ترمش قبل شوية ما مركز على الظلام اللي صار بالرمشة، بحيث اذا تغمض تشوف ظلام، بس بالرمشة ما تشوف ظلام. ليش؟ بس اذا انت مندمج وترمش اصلا ما يخطر على بالك هذا الظلام او هاي الرمشة،
شوف احنا ليش نرمش؟ باختصار نرمش على مود عيوننا لا تتعب وتترطب، وعلى مود تقلل من شدة الضوء اللي قاعد يفوت بعيننا، فهاي الرمشات شوية تهدئ العين وتخليها ترتاح. بس ليش ما نحس بهذا الظلام من نرمش؟ باوع ركز علي. العلماء يقولون عيوننا راح تطبع الصورة اللي احنا دا نشوفها او كنا دا نشوفها قبل ما نرمش، فدماغنا يبقى متذكرها ويبقى عارضها قدامنا بهاي اللحظات اللي نرمش بيها. لهذا السبب من نرمش ما نحس بالظلام، وهاي نعمة من رب العالمين حتى ما يخلينا نكره حركة الرمش او حتى ما نركز بيها ونكره هاي العملية. لا، مثل ما قلت لكم احنا نرمش على مود عيوننا ترتاح، فالرمش هو نعمة من رب العالمين، وهاي كل ما بالسالفة يا عيوني. سؤال: شلون تعرف انه انت مريض نفسي؟ يجوز انت اللي قاعد تشوفني مريض نفسي. تعرف شنو مريض نفسي؟ هو عبارة عن خلل يصير بدماغك او بعقلك، عبارة عن اضطرابات تأثر على مزاجك وتصرفاتك وسلوكك. على فكرة كنا بهالوقت مرضى نفسيين بس ما نحس بنفسنا، ونحتاج نراجع طبيب نفسي، لأن المرض النفسي هو أخطر من كل الأمراض. فشلون تعرف نفسك مريض نفسي؟ شنو الأعراض اللي تخليك تعرف نفسك انه انت مريض نفسي؟ باوع. اولا الشعور بالحزن والكآبة، يعني من انت تحس نفسك مكتئب وحزين وانت كل شيء ما بيك، معناها انت مريض نفسي. ثانيا الغضب والعدائية والعنف، هذا مرض نفسي. العصبية بحد ذاتها مرض نفسي. ثالثا التسرع بأخذ القرارات، مرض نفسي. رابعا الانعزال عن الناس، مرض نفسي. خامسا فقدان الشهية، هذا انت ما تاكل هواي ونفسيتك دائما مسدودة، هذا مرض نفسي. سادسا التهرب من مواجهة المشاكل، من انه انت تتهرب من اي مشكلة تصير عندك وما تحاول تحلها، هذا مرض نفسي. سابعا الكذب، مرض نفسي. ثامنا سرقة الاشياء البسيطة اللي انت ما تحتاجها بس دائما متعلم تبوقها، مرض نفسي. تغير المزاج بسرعة، مرض نفسي. مثلا انت فرحان وقاعد تضحك ويا شخص وفجأة تقلب عليه وتعصب. شوفوا ترى كل مشاكلنا هي مشاكل بالدماغ، كل مشاكل البشر هي عبارة عن مشاكل دماغية تفكيرية. حتى المريض اذا ما تتحسن حالته النفسية ما يصير زين. هسه حتى ابسط مثال الانفلونزا واني جربتها، يعني وانا مسولف بيها قبل سنتين يعني يمكن هاي الحالة. اكو كان عندي صديق راسه يوجعه فقال لي اعطيني براسيتول او بنادول وحباي مال وجع راس، فاني ما عندي بالبيت هذا الدواء، لقيته مسقول، طيته مسقوله وقلت له بلعها، حاطه بحلقه وبلعها. ورا ربع ساعه قال لي ايه هسه صار راسي زين. فقلت له صدق؟ قال لي ايه والله راسي صار زين. قلت له انا ما اعطيتك حبايه. قال لي عش طيتني؟ قلت له اعطيتك مسقوله. فشوف الدماغ هو يعالج الجسم، يعني دماغه مقتنع انه اني مطي دواء، لهذا السبب صار زين. العقل عنده قدره رهيبه بس ما يصير احنا نستعملها على نفسنا. احنا المفروض واحد يساعد الاخ، واحد يحفز الاخ حتى يصير زين بحياته، مو شرط مريض. مرات واحد مكتئب احنا نساعده نحفزه، لانه كل هاي الشغلات ممكن تؤدي الى كوارث. فانت اللي دا تشوفني من شنو تعاني اريدك تكتب لي بالتعليقات. مجتمعنا كله امراض نفسيه، يعني هسه كم واحد بالعراق يضرب مرته، يصيح على امه، يضرب ابوه، يكذب على بنات الناس، يخدعهن. كم واحد يتعدى على الناس، كم واحد عنده غرور وجنون العظمه. صراحه تقول لي شنو الربط؟ هاي كلها متعلقة بالنفس، أو كلها متعلقة بالأمراض النفسية، كلها أمراض نفسية. كم واحدة عادي عندها تطلق وتعوف جهالها، مثل هاي اللي ذبت جهالها من الجسر، هاي كلها أمراض نفسية، كلهن شغلات شاذة. الإنسان الطبيعي ما يسويهن، الإنسان الطبيعي ما يخون، الإنسان الطبيعي ما يحكي بظهر غيره، الإنسان الطبيعي ما يمل بسرعة، ما يمل منك، ما يتغير عليك. الإنسان الطبيعي ما يتكذب، الإنسان الطبيعي ما يتصنع. يعني هسه أنت اللي تشوفني مو مريض نفسي راح تقول لي لا، زين أنت عندك ذنوب لو لا؟ أكيد عندك ذنوب لأن أنت مو معصوم. زين أحب أقول لك إنه هاي الذنوب كلها تسويها، أو مو كلها، نقول الأغلبية منها تصير بسبب حالتك النفسية. لو تركز بيها شكو ذنب انت تسويه لازم حالتك النفسية هي اللي دفعتك عليه. أو جبار لك انت قوم الخايس، قوم انت ما تفتي، قوم لا تبوع، قوم انت عبارة عن كتلة مرض نفسي قاعد يتمشى، انت مطي معيشيا، كلب حياتيا. والله العظيم راح اسولف لكم شغلات اول مرة تسمعون بيها. اكو مرض نفسي اسمه الاكتناز القهري، سامعين بيه لو لا؟ شنو هذا الشيء؟ هذا الاكتناز القهري يصير عند هواي ناس. هذا من يصير عند الشخص او من يصير عندك مثلا، يخليك تحتفظ بكل شيء عندك مهما كان تافه ومذبه. يعني اذا اشتريت بطل مي وشربته تبقى محتفظ بهذا البطل المي طول حياتك. حتى اللفة اللي يشتريها الشخص المصاب بهذا الشيء
تبقى عنده حتى لو تخيس، يعني حتى الزبالة ما يذبها، يبقى محتفظ بيها، فيحس نفسه ينقهر اذا ذبها، او يحسها شلون ما نقول تنقهر، يعني هاي الزبالة تنقهر، يعني ليش اذبها خطية تنقهر، هي نفس هذا الاحساس، بس مو تنقهر، بس هو هيك يحسها مثل انه عندها احساس تشيس، هسه تشيس وبي مثلا زبالة وكواغد وما ادري شنو، ينقهر يقول خطية هذا صار له هواي يمي بالبيت تشيس، شلون اذبه اخليه يمي محتفظ بيه. فهذا هو يسموه الاكتناز القهري. وكو شيء ثاني اسمه وهم كابج راس، وهذا يصير ببعض الاشخاص. شنو هذا الشيء؟ شوف، هذا المرض النفسي من يصير عند شخص يخليه احيانا من يشوف امه او ابوه او اخوه او صديقه من يبوعلهم يحس ان هم مو نفسهم، يحسك واحد مبدلهم بناس تشبههم. يعني مثلا انت عندك صديق تمشي وياه دائما، فجأة بيوم من الايام تبوع عليه تحسه مو هو، هذا اكيد واحد مبدليه بمكان صديقي يشبهه، ودي عاملني على انه هو صديقي، ودي يضحك علي وينصب علي، وهذا هو يسموه وهم كابج راس. وكو شيء ثالث يصيحوا له متلازمة اليد الغريبة. هذا الشيء من يصير بيك يخليك ما تتحكم بايدك، او باختصار يحسسك انه ايدك ما تابعة لجسمك، ايدك إلها روح ثانية وهي اللي تتحكم بنفسها وإلها كيانها وإلها خصوصياتها، بحيث ما تعتبر هالشي من جسمك، لا شيء يعني ما تابع لجسمك وما تابع لعقلك، انت مالك علاقة، ما تتصرف بيها. وكو شيء رابع يصيحوا له متلازمة آليس في بلاد العجائب. كلكم شايفين هاي الرواية مال آليس في بلاد العجائب وعليها افلام، يعني فيلم هو قصته انه بنية هيك تطب بعالم كله عمالقة او كله اقزام، يعني هيك الفكرة مالته. فسموا هذا المرض بهذا الاسم لان هذا من يصير عند الشخص من يبوع على فد كرسي يلقاه عملاق يشوفه، مع العلم هو طبيعي، او مثلا من يباع على قلاص على ميز يلقى القلاص اكبر من الميز، او يحس روحه قصر كلش قدام الباب يشوفه كلش كبيره. فمن يصير عند الشخص هذا المرض النفسي يصير عنده تشوهات بصريه. اما اكو نوع قرأت عنه انصدمت، هذا النوع يصيحوا له متلازمه اللهجه الاجنبيه، وهاي كلش نادره. تعرف هاي شنو تسوي؟ تخيل نفسك تنام وتقعد تلقى نفسك تحكي غير لغة، يعني تخيل انت عراقي تنام وتقعد تلقى نفسك تحكي روسي وناسي العربي. بالاخبار قرأت مرة اكو واحد كرواتي من كرواتيا يحكي لغة كرواتية، نام بغيبوبة قعد لقى نفسه يحكي ألماني بطلاقة وناسي اللغة اللي كان يحكيها. واكو واحدة أمريكية اعتقد همينة قعدت لقت نفسها تحكي صيني، بحيث ما قدرت تتعايش بدولتها لأن ما تعرف لغتهم، فراحت للصين تكمل حياتها. فاكو شغلات بالدنيا توقف العقل. اللي سامع هيك حالات غريبة او عنده هيك حالات غريبة خلي يكتب لي اياها بالتعليقات. تدري العلاقة ايش قد مهمة بالحياة؟ شباب هاي العلاقة اللي ما يعرف شنو يعني علاقة من غير دول، ترى احنا نصيح لها علاقة تشيس. تدري احنا ما نقدر نعيش بدون علاقة؟ هسه لا هي تعلاقة، لا هي معلاقة، لا هي تشلاوية علاقة. والله تخيل شلون راح تكون الحياة بدون علاقة. شوف افكار عميقة، افكار ما وراء الصخور ما تلقى منها. شلون تجيب صمون بدون علاقة؟ الله يساعدك بابا، وداتك بس اخلص تصوير اروح اجيب صمون. اصلا انا كاتب على رقم ابويا جيب صمون، جيب صمون يتصل بك. هسه تجيب انت لو بس تريد تحس عندك ابن ولازم تستثمره، وبيش تستثمره يجيب صمون. لو روح شوف ابو المولدة ليش ما مشغل، يعني اكيد ما مشغل لان المولده بيها مشكله، واول ما اروح له راح يقول لي عاطله. انت دا تشوف المنطقه كلها مطفيه، دا تدزني ليش يعني؟ هسه لو بس احنا مطفيه عندنا بيها مجال اروح له واشوفه ليش ما مشغل، بس مال مطفيه عند الكل وتدزني على مود اشوفه ليش ما مشغل، لا لهنا واقفه. شباب سؤال، انتو هم امكم من تدزكم على شغله وتروحون تجيبوها، واول ما ترجعون تقولكم نسيت المعجون، ما ادري ليش احسها متقصده، بس تريد تتعبني. هاي ضيفوها لقائمة الأمراض النفسية. الأم تتقصد تسوي روحها ناسية، هيك أتخيل أني. هاك روح جيب بيض، تروح وتجي تقول لك نسيت المعجون، تروح وتجي ورا شوية تقول لك جيب لي الزيت. تذكريهن كلهن يا يمه، تذكريهن كلهن. ليش هالتعب هذا؟ ترى الأولاد هم بشر، يعني هم بشر، يعني ما يصير هيك والله العظيم. ليش هيك تقطرين علي تقطير؟ شباب إذا انتو تصير عندكم هاي الحالة معناها أمهاتنا متفقين علينا. أنا قلت لكم، وإذا غلط هذا الشيء معناه أني مريض نفسي. وسمي هذا المرض باسم الانفصام الزربابي.
أنا بي انفصام زربابي، يعني تذكري كل شغلاتك يا يما من تدزيني حتى لا تظهر علي أعراض الانفصام الزربابي، ويخليني أشك إنه أنت مو أمي ولاقيتني بباب الجامع وماخذتني صدقة ودا تطلعين حق التربية بنت دزدز مالتك. كافي كافي استغلال، احنا ولدكم على عيني وعلى راسي، بس مال تستغلونه بالدزدزة لا. رضعتيني وكبرتيني على عيني وراسي، بس مال تدزيني على قوطية معجون وترجعيني تقولي لي مو هاي روح جيب غيرها، وارجع كلكرة اروح اجيب غيرها، واول ما ارجع تقول لي روح جيب ملح دا اسوي لابوك زلاطة. لا لهنا وبس، اصلا الزلاطة بعالم الطبخ ما ينحط لها ملح. شنو خيار عليه ملح؟ هو الخيار الله خالق له طعم، نجي احنا نلعب بيه ليش؟ نيجي نشوه طعمه ليش؟ بعدين بابا انت ما تتغدى الا تاكل زلاطه، هسه هي شنو هي الزلاطه؟ ابوي يحسسني ما تنبلع اللقمه الا ياكل زلاطه. شايفين هذول اللي يحطون الزلاطه على التمن وياكلون؟ ايش تتعاطون انتو رحمه منو؟ ما اعرف ايش تتعاطون. اكو واحد ياكل تمن وخيار، شنو الربط وين؟ ما اعرف. زلاطه وتمن فالطعم ايه شو نعمه الله. يلا قوم منا خلصت الحلقه، يلا قوم قوم خلص حلقه، قوم قوم خلص حلقه قوم. صح نسيت، انا بكل حلقه انصحكم بفيلم. اليوم راح انصحكم بفيلم يشقشق يشقشق، باختصار يشقشق. الفيلم اسمه فون بوث، هذا اسمه وهاي صورته. قصة هذا الفيلم انه اكو شخص دا يتمشى بالشارع ويلقى التليفون دا يتصل. تليفون اكو تليفونات بالشارع ارضية تتصل بيها بفلوس، تمام؟ فهي كابينه مال هاتف، يلقاه دا يتصل، فهو يصير عنده فضول يشوف شو هذا يدق، فيروح عليه يفتح التليفون ويحكي، يلقى واحد دا يهدده يقول له اذا تعوف التليفون وتسده اقتلك. تخيل الفيلم هذا كله مصوريه بهذا الكابينه مال هاتف، وراح تلاص الدنيا على هذا المسكين خطيه، ويجون الشرطه وهو ما يقدر يتحرك ولاطش بهذا المكان ويهدد بيه القاتل ما يعرف، يقول له شايل له قناص من فوق. يلا روح شوفه واكتب لي من طرف يوميات واد عراقه. تلقاه بمواقع، ما تلقاه على اليوتيوب. بابا افتهم اليوتيوب مو منصه تنزل افلام، هاي الافلام تلقاه بمواقع الافلام وبسينما بهاي المواقع كلها، تمام؟ روح كتبه وشوفه واستمتع. يلا قومي اللي تشتي، قومي غسلي الماعين، قومي مثل كل مره. والله ما عندي شيء من هنا. باع شوف بالزاهي زاهي بحال اسفنجه. الاسفنجه شويه تنقعيها بالمهواي، شويه لا تطربسين الدنيا، شويه تنقعيها بالماء وتجيبين زاهي، ايش تعصرين عصرتين، لا تخافين هو الزاهي بلفته، مو بلف يمكن اي، فتعصرين لك عصرتين وهيك تسوين بيدك، تجعصيها بالاسفنجه حتى شنو توغف، تمام؟ بعدين تجيبين السيم تدحسي بيها، تمام؟ من تدحسين السيم بالاسفنجه بعد خلاص روحي جلف. يلا ليش يلا تي يلا كل من تروح تجلف بالماعين وتطق صوره للماعين بعد ما اللمعن وللسيم مال الماعين وتدز ليها على انستغرام، وهذا انستغرامي. يلا بابا يلا لك يلا على بوبجي، يلا اروح خيس باللعبه، خيس عفن بالبوبجي، عفن مثل كل مره. سيارت له فالح، لا بالواقع فالح ولا بالبوبجي فالح، تيجلدوك ويسحلون بيك ببوشنكي. يلا لك ام يزن، انتي ام يزن وام ادم وام سالار، هذن اللي يحبن الكترونيا. بعدك بقد شحاطه كاتبت لي ام ادم وام يزن يا فدوه والله، وابو يزن حتى صورته ما منزلها. وانت شنو عبالك ابو يزن راح يتزوجك؟ اي والله بنهاني رمزي، انت من كل عقلك روحي مارسي طفولتك، طفوله حلوه، انسان منين ترجع طفل. تشي جاكن تلحقن 1000 مرة اقول لك تلحقين تصيرين حامل وتشوفين يزن المعفن يا ام يزن. هذا خلاك تسمي يزن بالمستقبل، هذا ما سماه جبار. ايش عبالك لعد؟ تعبالك هاي الاجواء الكيوت شايلته بالقماط ورجله واقف ورا ظهره وذيبون على الطفل، وهيك عبالك هاي الاجواء؟ ماكو اجواء بنت الزوجين، لا كلها تشطيف، تشطفين الاح مال الطفل. لا عبالك يعني راح تحسين هالاجواء، لا ريحه معفنه، ريحه بس تنزل على قلبك مثل العسل. بس اهلك دار مدارك تصيرين غريبه حتى ببيت اهلك، بس تتزوجين تصيرين غريبه حتى ببيت، حتى ابوك يكرهك ويكره هوسه جهالك، خاف ما تدرين. يلا تلحقين تخلي في ايدك ادم ويزن، ام يزن خلي في دوج. يلا قوم خلصت الحلقه، راح تخيس الحلقه، هي من تخلص تخيس. تريد تشوف مخيسه ظل باوع، راح اخيسها لك باوع. تدري الفول السوداني ما عنده جنسية سودانية؟ هل تعلم ان والدك ووالدتك تزوجوا في نفس اليوم؟ هل تعلم ان تناول
كوب واحد من الإسمنت يوميا لن يساعدك على بناء مستقبلك؟ هل تعلم أن كوكب المشتري لم يدفع ثمن الأشياء التي اشتراها؟ هذا شنو؟ دي تول. وهذا شنو؟ دي عرض. بسنة 1928 قبل الرجال من كانوا يعطشون كانوا يشربون مي، بينما النساء قبل من كانوا يعطشون هم كانوا يشربون مي. لا انت ايش بتوقع يا الخايس؟ اذا كنت جالسا لوحدك فاعلم ان لا احد معك. ودي يلا قوم منا.